صباحك مليان بيسوع الخير والرحمة والنعمة والبركة. لو أنت في أوحش أوقاتك أو أحلك ظروفك، مش عايزك تيأس ولا تفشل، لأن في الوقت ده الرب ليه رأي تاني فيك. في تكوين أصحاح 20 هتلاقي إن إبراهيم قال لأبي مالك إن سارة تبقى أخته، وكمان سارة قالت إن هو أخوها. كذب إبراهيم وكان خايف جدا، لأن كان خايف ممكن تبقى حياته في نهاية ويضيع منه كل شيء، والنتيجة أخذ منه سارة عشان تكون معاه وتكون ليه. لكن الغريب إن الرب ظهر ليه في حلم وقال له كده: الراجل ده نبي، وخليه يصلي ليك علشان تحيا، لأن الرب أغلق أرحامهم. فغريب جدا إن الوقت اللي فيه إبراهيم بيكذب أو بحقيقة دار وخبى الحق، لكن الرب قال عليه إن هو نبي، وقال عليه كمان خليه يصلي علشان تحيا. من فضلك أخويا يا أختي، يلا ارجع مرة تاني، لأن الرب شايفك بالطريقة والحالة اللي هو دعيك ليها. لو اتعرضت لموقف صعب، ولو اتعرضت لضغوط، ولو اتعرضت لمشاكل أكبر منك، الرب هيدي لك المعونة والإمكانية إنك انت تعرف تعديها. كمان الجميل في مثل الابن الضال، بعد ما عمل كل حاجة غلط الابن لما رجع لأبوه قال كده: ابني هذا كان ضالا فوجد، وكان ميتا فعاش. خلي بالك من كلمة ابني. أيوة، لأنه أبوك وأنا ابنه، فهو يرد ليك كل اللي خسرته وكل اللي ضيعته، يردك ويرد المكان والمكانة. أنا نفسي في هذا الصباح تستقبل معايا الإعلان ده ليك. مهما كانت حالتك، مهما كنت في وقت صعب أو في أصعب حالاتك، الرب بيقول عليك إنك نبي، بيقول عليك زي ما قال على هوشع الكاهن العظيم: شعلة منتشلة من نار. بيقول عليك زي ما قال على الابن اللي كان ضال: ابني هذا. انت غالي، استقبل واعرف مكانك في يسوع المسيح، عيشها، اتمسك بيها، ما ترضاش بأقل من كده، في اسم الرب يسوع. أنا بصلي لأجلك ولأجلك بنقلة وأزمنة جديدة في اسم الرب يسوع. آمين.